التسخين قبل التمرين. ناس كتير بتهمل الحته دي، ودي مهمه جدا. لازم قبل ما تتمرن تسخن وتعمل احماءات كويس زي اللي هوريها لك في الفيديو دلوقتي. اول حاجه طبعا ممكن تمشي من 5 ل 10 دقايق على التريد ميل، عشان ده يرفع من الهارت ريت بتاعك اللي هي ضربات القلب، ويعلي من درجه حراره جسمك ومفاصلك عشان ما تتصابش اثناء التمرين. فانت مثلا لو هتلعب ابر بادي، بعد ما تسخن على التريد ميل وتعمل الورم اب بتاعك، هتبدا تعمل روتيشن بكتفك امامي وخلفي بنفس الشكل، وتسخن كمان بريزيستنت باند بنفس الطريقه. وممكن تلعب بدمبل خفيف تلعب بيه رفرفه جانبي ورفرفه امامي زي ما هتشوف دلوقتي، عشان تسخن كتفك كويس والمفصل بتاعك والعضلات كمان تبقى جاهزه للتمرين. وفي حاجه مهمه لازم تعملها برضو، انك لازم تسخن الروتيتور كف عشان خاطر العضله دي تتصاب بسهوله، وما تلعبهاش بالدمبل وانت واقف بنفس الشكل عشان الجاذبيه. العبها زي ما هتشوف في الفيديوهات دي، وممكن في الاخر تروح على العضله اللي انت هتلعبها على جهاز ليها او الشكل اللي هتبدا بيه ايا كان، تبدا بوزن خفيف، تجيب 10 15 عده بوزن خفيف، ما تحسبهاش من المجاميع الفعاله بتاعتك، تبدا تخش تمرينك بالوزن المناسب ليك. بس كده، سلام.